عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقنا مع جاسي. النهارده هنتكلم عن موضوع هو الاحب الى قلبي، وده بسبب ان انا بسافر كتير قوي بالعربيه. من الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير قوي ان طرق مصر وحشه، وبصراحه انا مش هقعد اتكلم عن احصائيات واقول بقى ان ترتيب مصر بقى احسن ونزل من المستوى ما اعرفش ال 100 وشويه لمستوى كام 15 و 18. انا هتكلم عن واقع انا بعيش كل يوم. انا من الناس زي ما قلت انا بسافر بالعربيه كتير قوي، وجربت طرق كتير قوي جوه مصر وبره مصر. في اي وقت بسافر فيه بره مصر انا بحب دايما اجر عربيه، عشان انا بحب السواقه وبحب ان انا اجرب عربيات جديده، وممكن عربيات ما اعرفش اسوقها في مصر. وفي نفس الوقت بحب اجرب الطرق المختلفه في كل حته في العالم. فانا جربت طرق في المانيا، جربت طرق في اوروبا، وجربت طرق في امريكا كمان. اول حاجه هتكلم عن جوده الطريق. دايما بنشتكي ان احنا عندنا الطريق فيه بلعات وفيه حفر والكلام ده كله. تعالى لو رحنا بلد زي انجلترا مثلا، هتلاقي الطرق الجانبيه كلها مكسره، ومكسره بطريقه بصراحه بشعه. يعني انت لو مشيت فوق ال 20 30 كم في الساعه هتلاقي نفسك العربيه كلها بتدغدغ. وفي دول كتير قوي في العالم برضو فيها نفس الحكايه دي، وبتكلم عن دول متقدمه جدا واللي احنا بنقول عليها دول متقدمه المفروض نتبع زيها. بس احنا دايما بندور على احسن حاجه في اي حته، وفي الاخر نقارن بيها احنا عاملين ازاي. وده دايما بيكون مقارنه عادله، عشان انت لازم تشوف مصر فيها ناس قد ايه وفيها شوارع قد ايه والمدن كبيره قد ايه. لو انت بصيت على المدن المختلفه في اوروبا، بالذات لو بصيت على وسط المدينه، زي مثلا احنا عندنا هنا وسط البلد في القاهره، او محرم بيه في اسكندريه، او هكذا، هتلاقي ان اغلب الشوارع دي معموله بالحجر اللي هو المربع ده، اللي هو عارف اللي هو لما العربيه بتعدي عليه بتقعد تدغدغ كلها. وبعد كده يقول لك ايه، لا لا اصل احنا حاطينهم عشان محافظين على التراث بتاعنا ايام ما كان الخيل بيركب بالكاريتات والكلام ده كله، فاحنا سايبينه زي ما هو. بس هو في الاخر بيكسر العربيه. بس هناك احنا ما بنقولش اي حاجه، لكن هنا في مصر تلاقي حفره في وسط البلد في اي حته بسبب ان هم حطوا مواسير الغاز بعد كده او حاجه زي كده، تلاقي نفسك على طول بتشتكي ونقعد نصور ونعمل هليله كبيره عليها. ومش هتكلم عن انجلترا، الشوارع الصغيره اللي فيها هي راح بداهيه اصلا. والشوارع العاديه هم ما عندهمش غير طريقين، طريق بيسموه الطريق الزراعي اللي هو اللي بيبدا بحرف الاي، والطريق اللي هو الام اللي هو الموتور واي. الطريق الام بصراحه طريق حلو قوي وطريق سريع، بس هو اغلبه بفلوس. وطريق الاي ده اللي هو الطريق اللي رايح جاي. وهناك بقى الطريق اللي رايح جاي مش زي عندنا في مصر، الحاره بالظبط على قد العربيه. يعني انت لما بتعدي من جنب العربيه، لو العربيه واسعه شويه عادي تطير المرايه، فانت لازم تكون دايما مركز طول الوقت، عشان انت لو ما ركزتش العربيه حرفت منك بره شويه انت في مرايه طارت او دخلت في الطريق تاني بوشك. فعلا سواقه موتره جدا. واغلب اكشلي الطرق في انجلترا طرق ايه، والناس بتحب قوي تسوق عليها. وبصراحه مش عارف ازاي بيسوقوا عليها بالليل وعلى التلج وعلى المطره والكلام ده كله. حاجه تانية احنا بنشتكي دايما فيها في طرق في مصر، بنقول ان احنا عندنا الطرق ضيقه، وعندنا مثلا طرق رايح جاي. في بلاد زي انجلترا الطرق رايح جاي دي حاجه العاديه. ولو هنتكلم عن الطرق الضيقه، احنا عندنا في مصر الحاره مصممه اكبر من العربيه بكتير، عشان كده تلاقي الناس ماشيه في طريق حارتين ماشيه ثلاث عربيات. بره الكلام ده مش هيحصل. ليه؟ عشان الحاره بالظبط على قد العربيه. لو انت دخلت سنه شمال او دخلت سنه يمين تلاقي الناس كلها بتكركس لك وبتزعق لك وبتشتمك. بس احنا في مصر عندنا بجد الحارات واسعه، وبجد وانت ماشي بتبقى مرتاح نفسيا. حتى لو انت حلفت يمين او سنه او شمال سنه انت كده ما نمتش على اللي جنبك. حاجه تانية الناس بتشتكي فيها في مصر، ان الطرق مش منوره بالليل، او طرق اللي هي سريعه. هو يا جماعه ده العادي، اغلب الطرق العالم السريعه ما بتبقاش منوره. ده احنا يعتبر من اكتر البلاد اللي عندها طرق منوره. العادي ان طرق السفر بالليل ما بتبقاش منوره، وانت بتعتمد على نور العربيه قدامك عشان تنور الطريق قدامك. اخر حاجه هقولها، دايما بنقارن بالطريق الاوتوبان اللي موجود في المانيا. طريق الاوتوبان ده عباره عن طريق ما لهوش حد للسرعه، مع ان في حاجات كتير قوي فيها حد للسرعه، بس في حته برضه ما فيهاش حد للسرعه. فعشان كده هو مشهور في كل حته في العالم. الناس عارفه ان الواحد لما يكون معاه عربيه جامده عايز يروح المانيا عشان يجربها، عشان يسوق على الاوتوبان وما يبقاش عنده حد للسرعه. بصراحه الاوتوبان من الطرق النظيفه جدا. الاسفلت طبعا مش هتكلم عليه، بس دي المانيا، وده برضه يعتبر طريق هم عاملينه عشان الناس في العالم كلها تتكلم عليه. فهو بالنسبه لهم ده فخر الصناعه الالمانيه. بس نرجع نتكلم عن الاوتوبان. في حاجه مهمه جدا في الاوتوبان، الاوتوبان اغلبه حارتين، مش ثلاث حارات واربع حارات وخمس حارات زي يمكن عندنا في مصر. فعشان كده السواقه عليه ما تبقاش سهل خالص. انت دايما ماسك يمينك، والشمال دي بتاع حاره للتخطي، ولو دخلت شمال بالغلط وفي عربيه ماشيه على 250 280 جنبك انت كده طرت ورحت في داهيه، وتبقى انت الغلطان كمان. فاحنا بالنسبه لنا لا، احنا عندنا طرق واسعه وكبيره، وده بيخلينا ان احنا نسافر براحتنا ونمشي بالعربيه براحتنا على السرعات المقرره اللي هي بتبقى 100 او 120 على حسب الطريق. اللي هو بجد انت لو ماشي على 100 او 120، مع ان انا عارف ان اغلبكم بيمشي اكتر من كده بكتير، بس لو ماشي على السرعتين دول على الطرق دي انت فعلا مش هتحس باي حاجه، وهتبقى حاسس انك انت راكب طريق في المانيا.